خد طبقك بعيد وما تقعدش مع اهلك على سفرة واحدة. دي اول كلمة بتخطر في بال حالات كتير جدا اول ما يبتدوا يعملوا دايت. لو انت من الحالات دي او تعرف حد من اللي بيعمل كده ابعت له الفيديو ده، وما تنساش ان ده اكبر فخ ممكن تقع فيه لما تعمل دايت. هيخليك عمرك ما هتكمل في الدايت بتاعك. وهدفنا في ستاند اب هيلثي ان احنا نجمع العيلة كلها على سفرة واحدة، وانك عمرك ما تنعزل عن باقي العيلة. ودايما بنقدم لحالاتنا وصفات جديدة مختلفة تساعد ان البيت كله ياكل على سفرة واحدة، لان احنا بنعمل لايف ستايل مش يومين وخلاص بعد كده. ودايما عندنا هدف ان الوصفات تكون بسيطة وسهلة وكمان سريعة، عشان اغلبنا بيشتغل ومفيش وقت ان احنا نحضر مكونات كتيرة جدا وتاخد مننا وقت طويل جدا. والنهاردة هنقدم وصفتين سهلين جدا. كل اللي احنا محتاجينه 500 جرام من اللحمة المتقطعة، اي قطع المهم انها تكون قليلة الدسم، وهنحط عليها مجموعة من البهارات هسيبها لكم تحت في الكابشن، ومعلقة من الصويا صوص بتديها طعم لذيذ جدا. وهنختار نوع من الخضروات، انا اخترت البروكلي والجزر والكوسة، هنحضر منهم وصفتين. جزء منه هنحطه مع اللحمة وهيطلع بصوص حلو جدا، والجزء التاني هنحطه يتسلق سوتيه. وكمان ما نسيناش نضيف مصدر للبروتين هايل جدا وهو المشروم. المشروم بيعلي القيمة الغذائية للوجبة بشكل كبير جدا. كتير ما بيحبوش المشروم، بس جربوا الطريقة دي سهلة جدا وسريعة. كده هنكون حضرنا مكونات للوصفتين مع بعض بمنتهى السهولة. هنبتدي ناخد طاسة سخنة جدا على النار، وهنحط عليها كمية اللحمة كلها، وهندي اللحمة صدمة على النار لغاية ما تاخد اللون البني. وهننزل عليها بشرايح من البصل الجوليان وطماطم شيري وفص بس من الثوم، وهنديها معلقة من الصويا صوص او ممكن نستغنى عنها مفيش اي مشكلة. وهنبتدي نزود اللحمة مية بسيط جدا لغاية ما تبتدي اللحمة تتكرمل وتستوي تقريبا نص سوا. وهنفصل اللحمة نصين بعد كده، نص هنخليه لوحده والنص التاني هننزل عليه بشرايح المشروم اللي احنا قطعناها، وكمان هنحط عليها البروكلي اللي احنا سلقناه. وهنبتدي نسوي الطبق ده، وبكده كمية اللحمة هتكون جاهزة. وهنقدم مع الطبق ده بطاطس بيوريه، وانا بحب ادلع جدا بطاطس البيوريه عشان ما احسش ان انا باكل حاجة ملهاش طعم. بسلق البطاطس وبحط عليها ملح وكمون بس، بحط عليها معلقتين كبار من الرايب ومعلقة من الموتزاريلا، ودي احلى ماش بوتيتو ممكن تاخديها. وبكده الطبق بتاعنا جاهز ومتكامل، في نشويات موجودة في البطاطس مشبعة لدرجة كبيرة جدا، كمان بروتين عالي موجود في اللحمة والمشروم، وكمان ما نسيناش الخضار الموجود في البروكلي. ممكن تستخدموا اي خضار تاني بتحبوه، المهم ان انتوا تشبعوا وتاكلوا اكلة بتحبوها. ودلوقتي هقول لكم عملنا ايه في نص اللحمة التاني اللي احنا عزلناه لوحده. استخدمنا نص اللحمة التاني، حطينا معاه شرايح من البقدونس وشوحناها على النار وسويناها كأنها بالظبط بتسوي شاورما، وقدمناها مع الخضار السوتيه اللي احنا كنا سلقناه. بعد ما اتسلق نص سلقة شوحناه على نار هادية خالص مع فص من الثوم وزعتر وروزماري، وحطينا له مكعب زبدة صغير جدا. وبكده بقى عندنا احلى طبق سوتيه طعمه حلو جدا. عشان في ناس كتير جدا ما بتحبش طعم السوتيه، جرب طريقة السوتيه دي هتحبها جدا. وبكده اكل الدايت عمره ما يكون اكل عيانين وهتستمتع بيه.